السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم، عاملين ايه؟ متابعينا وحبايبنا، يا رب تكونوا بخير. جينا لكم النهارده بفيديو جديد. يوم سعيد، يوم جميل. النهارده بقى شوفوا واحد بيبدأ يومه الفجر. ربنا يصلح لنا الحال لكم ولنا يا رب العالمين. يومكم جميل ان شاء الله. الجمال يا جماعه، عاملين ايه؟ شكرا لتعليقاتكم الجميله، تفاعلكم معايا. زي ما انتم شايفين يومي بيبدأ من قبل طلوع الشمس لغروب الشمس. يا جماعة بعد إذنكم، حبايبنا داخل مصر وخارج مصر، بلاش تعليقات خارجة عن المواضيع الفيديو. اسمك ايه؟ حمادة. يا حمادة؟ حمادة عيد. داخل ابو زعبل؟ لا والله بخش. يا جماعة بعد اذنكم، يعني بلاش تعليقات. انا ظروفي يعني عارفها. بعد اذنكم، النصيحة على دماغي من فوق، ونصحته كتير، والناس بتفهم النصيحة غلط والناس بتفهم الكلام غلط. بلاش كلام خارج، خلينا في الجانب الحلو. الناس بتلوم عليا، انا بطلع شغلي اكتر من 13 ساعة، اكتر من 13 ساعة شغل دوام، وبرجع عندي التزاماتي زي ما قلتلكوا، اكلي شربي لبسي عيشتي. اليوم الاجازة اللي عندي محتاج اشوف اولادي فيه، حقهم عليا. فياريت يعني كل الناس تراعي الظروف وتلتمس الاعذار لكل واحد. يعني كل واحد عنده ظروفه وعنده حياته وعنده التزاماته. وهجيب لكم حته صغيره كده، ياريت يعني تكون عاجباكوا. ربنا يصلح الحال ونبنى صوابي. عقوق الأبناء. الله، مش احنا عندنا في الإسلام كل حق يقابله كثيرا ما نسمع بر الوالدين، وقليلا ما نسمع بر الأبناء. كثيرا ما نسمع عقوق الوالدين، وقليل ما نسمع أو ربما نضر أو ربما لا نسمع أصلا عقوق الأبناء. الله، مش احنا عندنا في الإسلام كل حق يقابله واجب. فزي ما حضرتك عايز أولادك يبقوا بارين بيك، انت كمان واجب على حضرتك وحضرتك الأب والأم ان تكونوا بارين بأولادكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الديلمي من حديث سيدنا علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله. بالله عليك ركزي في الحديث ده قوي، جميل قوي، عجبني انا شخصيا ونفسي يتنشر الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم، يعني دعاء النبي بيدعي، ودعاء النبي لا يرد، يعني اللهم ارحم. يعني ماشي. رحم الله والدين أعان ولدهما على برهما. قولي كده: رحم الله والدين أعان ولدهما على برهما. الله يفتح عليك. بالعكس، العلماء يقولوا وبضدها تتميز الأشياء. طالما النبي دعا للي بيعين ولادهم على برهم بالرحمة، يبقى اللي ما بيعينوش أولادهم على برهم بالرحمة لهم العذاب. وعايز أقول لحضرتك يا فندم، مش كل يتيم أبوه مات
او امه ماتت، لا ده في يتامى، في ناس اشد حال من اليتامى والاب والام على قيد الحياه. ولذلك الراجل جه هنا قال كلام جميل قوي، قال ايه؟ ليس اليتيم من مات ابواه وخلفاه في الحياه ذليلا، ان اليتيم من ترى له اما تخلت او ابا مشغولا. بيبقى اسوأ حال، والله اليتيم اسمه يتيم، صحيح، ده بيديله وده بيقف في جنبه، عذر. انما الاب ده حاجب عنه وفي نفس الوقت مش قايم بدوره. شوف يا فندم، والاب والام دول قدوه. اللي بتزرعه هتحصده. هتزرع مع ابنك مانجا هتاكل مانجا، هتزرع حنظل هتاكل حنظل برضه. شوفوا ولذلك ضربوا لنا مثل بالطاووس. الطاووس من الحيوانات اللي بتحب الخيلاء والفخره كده يعني ايه، ابن ناس يعني. فالطواويس الصغيره مشوا زي ابوهم، فابوهم بيعاتب عليهم. ما يبقاش علبه السجاير في جيبك وتقول لابنك لا تدخن، ما تبقاش انت قاعد ومش بتصلي وتقول لابنك روح صلي، مش هيروح. القدوه، التعليم بالقدوه. فالطواويس لما مشوا بيتبختروا، فابوهم بيقول لهم مش عيب عليكم انتوا ماشيين بتكبروا علي؟ قالوا الله ده انت اللي بدات. فجه الراجل قال ايه بقى؟ قال مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال الاب على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صحيح. شوف سيدنا عبد الله بن عمر قال كلام حلو قوي، قال إن الله كما يسأل الولد على ولده سيسأل الوالد على ولده. يعني زي ما أنا هتسأل عن أبويا، أبويا وأمي هيتسألوا عني. وسيدنا الامام البخاري بوب باب او عنوان في الادب المفرد، قال ايه؟ البر الاباء بالابناء. واستدل بكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال ان الابرار لفي نعيم. قال الابرار مين هم يا فندم البرره؟ قال الابرار الذين بروا اباءهم وبروا ابناءهم. يعني كان بر بابوه وامه وفي نفس الوقت بر بايه؟ بابنه. بر بابنه. ونروح بقى لابو عبد الله بن عمر الفاروق، فاروق الامه الاواب عمر بن الخطاب. هو ده الفيصل النهارده في الموضوع. سيدنا عمر بن الخطاب جاله اب بيشتكي من ابنه، ابن كاني وابن ماني وابن سيدنا عمر قال هات لي الولد ده، تعالى يا ابني، مزعل باباك ليه؟ قال له طب ممكن اسال سؤال يا امير المؤمنين؟ قال له اسال. قال له هل لي حق عند ابويا؟ قال له بلى طبعا ليك، نعم لك حق عند والدك. قال له ايه هو؟ قال له ان يختار، وده حقوق بقى من بعض حقوق الابناء على الاباء. صحيح. قال له ايه؟ ان يختار لك اما صالحه، وان يختار لك 2 اسما طيبا، وان يعلمك شيئا من القران. قال له طب خد عندك يا امير المؤمنين. قال له نعم. قال له اما الاولى فليست امي بصالحه. طب ادي واحده وقعت. الثانيه قال ولم يختر لي اسما طيبا فسماني جعرانا، اسم الخنفساء. طب والثاني قال ولم يحفظني ولا ايه واحده من القران الكريم، ما ربهوش يعني. فجه سيدنا عمر قال له ايه؟ قال للاب بقى ايه؟ قال له لقد عققت ابنك قبل ان يعقك، واسأت اليه قبل ان يسيء اليك، قم عني. روح اظبط نفسك معايا الاول وبعدين ايه؟ وبعدين تعالى. بعد اذنكم يا جماعه، يعني كل واحد في ديننا ليه 24 حق. انا زي ما ليا ابر ابائي، ليا ان انا ابر اولادي، وزي ما انا ابويا وامي ليهم حقوق، زوجتي واولادي واخواتي، كل واحد ليه حق. كل واحد بيتحاسب، ربنا بيحاسب كل واحد على عمله. فبعد اذنكم انا يعني متشكر للنصيحة، بس عشان انا تعبت من الحوارات دي. انا اكتر من 2 شهر اسئلة ابوك وامك واخواتك وعيلتك ودنيتك. يعني ارجوكوا بعد اذنكم متشكر ليكوا، ويعني ما تزعلوش مني، وما تزعلوش مني. انا كل واحد ليه ظروفه زي ما قلت لكم، كل واحد ليه التزاماته، وفي اللي عليه واللي ليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.